سأريكم اليوم شيئا مميزا. كل منتجات الورق هذه تم تصنيعها يدويا: دفاتر، صناديق الهدايا، ورق تغليف، كروت وألبومات، وحتى حافظات الأقلام. ولكن هل تعرفون من ماذا صنعت؟ لن تتخيلوا ذلك. لقد صنعت من فضلات الفيل. هذا صحيح، إنها من روث الفيل، ومع ذلك لا تبدو رائحتها سيئة مطلقا. إنها مصنوعة طبيعيا وتصبغ بألوان مستخرجة من الطبيعة، فهي غير سامة وتتحلل مع مرور الزمن، كما يمكن إعادة تصنيعها بعد الاستخدام. تطرح الفيلة يوميا حوالي 500 باوند من الفضلات الصلبة. هذا يعادل الكثير من الورق، فكيف يتم تصنيعه؟ أولا، تجمع فضلات الفيلة وتغسل بالماء عدة مرات وتنقع ليوم كامل، ثم تعالج بماء الأكسجين والمعروف بمركب فوق أكسيد الهيدروجين، فهي مادة مبيضة وتعمل على إزالة الرائحة الكريهة، وعندئذ تصبح الفضلات صفراء وعديمة الرائحة. وفي مصنع بدائي يتم عجن الفضلات المعالجة مدة نصف يوم، كما تصبغ العجينة في هذه المرحلة حتى يتم توزيع اللون بشكل جيد، ومن ثم يمكن التخلص من السوائل الزائدة، وبعدها يتم التخلص يدويا من الشوائب والعوالق الكبيرة، ويتطلب ذلك 3 ساعات. بعد أن أصبحت عجينة الفضلات ناعمة ومتماسكة، تقسم إلى كريات ذات أوزان محددة، ومن ثم تفرد العجينة بعد خلطها بالماء على لوح يتكون من مصفاة دقيقة ومسطحة، ويتم تجفيفها طبيعيا بواسطة أشعة الشمس. ها هو روث الفيل قد أصبح ورقا. الآن يمكننا صنع ما نريد من ذلك الورق. الفيل المتوسط يأكل في اليوم الواحد حوالي 200 كيلو من الغذاء، ويطرح حوالي 50 كيلو من الفضلات الصلبة، أي أنه يخرج 30% من وزن ما أكله. ومن العجيب أن 50 كيلو فقط من روث الفيل يمكننا من صنع حوالي 120 ورقة. والأمر المضحك في الورق المصنع من روث الفيل أنه يمكننا من معرفة ما أكله الفيل، فهنا يمكننا رؤية بذرة البطيخ في هذه الورقة. صناعة الورق من الفضلات تساعد في الحفاظ على البيئة، ومشروع صناعة الورق من روث الفيل ليس هو الوحيد من نوعه، فقد بدأ تصنيع الورق من فضلات حيوان الباندا، وقد ظهرت هذه الصناعة لأول مرة في تايلاند، ومن ثم في سريلانكا وجنوب إفريقيا واليابان، وأقيمت لها المعارض ومحلات الصناعات الطبيعية، وفتحت لها المتاجر الإلكترونية.